وقد أكدنا على أننا سلكنا جميع المساطر القانونية والقضائية والحقوقية والسياسية وكل شيء، ولم يتجاوب معنا أحد لكي نعبر على 3 مطالب أساسية. 3 مطالب أساسية لا تستقيم إلا بتوافرها مجموعة. المطلب الأول إعفاء وزير العدل، إعفائه لأنه ليس أهلا لهذا المنصب. ثانيا محاسبة قانونية تجسيدا لشعار موجود في هذا الدستور هو ربط المسؤولية بالمحاسبة. ثالثا إلغاء امتحانات العار مع إعادتها في أقرب وقت، والإفراج على كافة المهن القانونية والقضائية من يد اللوبيات، وأن تكون متاحة لكل أبناء الشعب بسلك الإجازة. لا منطق للإقصاء ولا وجه للإقصاء تحت أي ذريعة أكاديمية. ويا وهبي يا جبل، ويا وهبي يا جبل، ويا وهبي يا جبل، ويا وهبي يا جبل، والجماهير لا تهان، والجماهير لا تهان، والجامعة لا تهان، والجامعة لا تهان. وهي 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 وزارة العدل مافيا، وزارة العدل مافيا، وزارة العدل مافيا، وزارة وهبي مافيا. وهي مرسم ناضل ضد الفساد، ناضل ضد الفساد، ناضل ناضل ضد الإفساد، ناضل الصبورية، ناضل الصبورية، ناضل ضد الفساد. نقف في هذا المكان ليس للمطالبة بمنصب، ولكن للمطالبة بإصلاح الوطن، إصلاح منظومة العدالة التي أطلقها جلالة الملك، تتضمن أيضا إصلاح الامتحانات. ما يمكنش تصلح لي منظومة العدالة والديبار قال له مالو طاح، قال له من الخيمة خرج عوج. واش من الديبار نطلع ليا واحد جايب ما نعرف شحال، نطلع 1200 فيهم صحابك وداك الشيء سميتو، وبغيتي منظومة العدالة تصلح؟ راه لا تصلح منظومة العدالة هكذا. أعيدوا حساباتكم وأنصتوا لرئيس هذه الدولة، لأنه هو أيضا خريج كلية الحقوق. أنصتوا، كفى من تدليس مهن العدالة، لأنها لا تحتمل التدليس، لا تحتمل تلطيخ، لا تحتمل، لأن الدولة بلا عدل ليست دولة. نحن نطالب بالعدل، نحن نقف هنا وبحرقة ونبكي لأجل هذا الوطن ونناضل لأجل هذا الوطن. أنا اليوم ما كنطالب بلا بإعادة تصحيح ولا كنطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في ملف أثار الضجة وأثار ضجة كبيرة، ونشوفوا شكون هما 1200 اللي نجحوا وهم لا يستحقون. علاش كتزاحموا خوتكم المحامين؟ الا كانوا الاخوان المحامين خداوها بجدارة واستحقاق، نجحوا 800 ينجحوا 800. 1200 من كانت تتضمن ولد من عند من عطيتوا الاوامر ان المسطره توقف. النصيحه اللي نعطي لوهبي، وهبي خاصو يمشي يشوف الطبيب النفساني، لانه عنده اختلالات نفسيه كبيره بحيث انه يقول شيئا ونقيضه، سكيزوفرينيا ولا جو سي با شنو كتسمى، لانني لست مختصه، ولكن فعلا خاصو يشوف طبيب، لان السياسه راه تمارس باخلاق. راه السياسه ما كتمارسش بالكذوب، راكم هي سامعين على السياسه، السياسه راه كتمارس باخلاق. السياسه السيد الوزير
ربما غادي يطلقوك كبش اضحيه، ولكن احنا بالنسبه لنا انت ما كتهمنيش، انت كشخص وهبي لا يهمني كشخص وهبي، يهمني الوزير العدل يكون عادل، يهمني تحطوا لي رجل مناسب في مكان المناسب. واول حاجه خاص تكون عند رجل يمثل العدل، وزير العدل، هي الحكمه التي لا تتوفر للاسف في السيد وهبي. وكان اكيد بانها غادي تنوض ضجه حول الحاشيه التي نجحت او نجحت في امتحانات الحصول على الاهليه. السلام عليكم ورحمه الله. بدايه شكرا للمنابر الاعلاميه التي غطت هذا الحدث. اليوم من التظاهر بدأ سلكنا جميع المساطر القانونيه والقضائيه الحقوقيه، وبعدما طرقنا كل الابواب لعلها تنصفنا ضد الجرائم التي اقترفها وزير العدل، جرائم سياسيه وجرائم قانونيه. لم يجبنا اي احد، لا سلطه حكوميه ولا قضائيه ولا هيئات حقوقيه. اليوم نتظاهر امام البرلمان لعل صوتنا يصل الى جلاله الملك لاجل تحقيق مطالبنا. اولا اعفاء وزير العدل، ثانيا محاسبته، ثالثا الغاء امتحان مع اعادته في اقرب وقت. وشكرا. السلام عليكم، شكرا خويا على الالتحاق ديالك بينا. حنايا جينا لهنا في هذه الوقفه باش الامتحان اللي دوزنا ديال المحاماه كان فيه مجموعه ديال الخروقات. حنا كنطالبوا بالغاء هذاك الامتحان ومستعدين باش نعاودوا امتحان واحد اخر، حيت فيه مجموعه ديال الخروقات اللي كانوا واضحين يعني اي واحد واخا يكون ما قاريش غيعرف باللي هذاك الشيء اللي كان طاري في الامتحان راه ماشي شي حاجه اللي كانت سهله ولا هكذاك. وهذا الشيء طالبوا جلاله الملك هو الواحد اللي غيوقف معنا، حيت الصراحه وهبي تجاوز الحدود ديالو وما قدر حتى شي حد يحبسه، حتى حد ما قدر يوقف ضده. علاش؟ الله اعلم، ربي اللي كيعلم بهذا الشيء، يعني خاصنا نعرفوا علاش. هذا هو المطلب ديالنا، حيت ما يمكنش حنا مشينا لجمعيه حقوق الانسان، مشينا للنيابه العامه، مشينا لمجموعه من ديال الهيئات العليا في البلاد وحتى حد ما وقف معنا. يعني علاش؟ يعني كاينه شي حاجه اللي هنا غامضه خاصنا نعرفوها، وهذا الشيء اللي كنطالبوا به سيدنا، والصراحه هو اللي غيوقف معنا باش نعرفوا هذا الشيء. شيماء عباد على اللجنه الوطنيه لضحايا امتحان الاهليه لمزاوله مهنه المحاماه. حنا حاضرين اليوم بالعاصمه في هذا الشكل، في هذه الوقفه الاحتجاجيه السلميه والحضاريه باش نعبروا على الرفض ديالنا لهذه النتائج ديال الامتحانات اللي كان فيها مجموعه من الخروقات والتجاوزات القانونيه اللي كنا شرنا عليها في مجموعه من الخرجات الاعلاميه ديالنا. هذه الوقفه جات تبعا لمجموعه من الخطوات اللي قمنا بها: مراسلات المؤسسات الحكامه، شكايه امام النيابه العامه برئاسه النيابه العامه بمحكمه النقد، واخرها كان هو مراسلات اللي درناها للفرق البرلمانيه والمجموعات النيابيه. لحد الساعه مازال ما لقينا حتى شي تفاعل من عند حتى شي جهه. هذا الشيء اللي خلانا نزيدوا نعبروا على ارض الواقع من خلال هذه الوقفه. المطالب ديالنا هي ثالثه لا ربيع لها: اولها الغاء هذا الامتحان المهزله، ثانيها اعفاء الوزير ومحاسبته تفعيلا للمبدا الدستوري ربط المسؤوليه بالمحاسبه. شكرا. غيسان حريري، وحده من ضحايا ديال الامتحان ديال المحاماه، وحده اللي تم الاقصاء ديالها وتم تنا الظلم ديالي وراجعت، وكون ما كنتش غير العيب والعار، غير كون ما كنتش مراجعه مزيان ومأكده لدرجه انني كنت كنحضر للشفوي، جيت متقنه انني راني دايزه في الكتابي. وتاخرت ديك النتائج وبدينا كنعيشوا في واحد الرعب، واحد الحاله الخوف. بقى جاب لنا سيد الوزير مع واحد الفال زوين مع نهايه السنه، حتى كنتصدموا كينزلوا اللائحه ديال الناجحين مفرقه، يعني التركه مفرقه على ابناء الطبقه الثريه، ابناء الوزراء، ابناء المحامين، ابناء النقباء، ابناء الناس كتنتمي لسلك القضاء، وولاد الدراوش لا حول ولا قوه لهم. واللي زاد أزمنا وحسسنا بالحقره وحسينا براسنا مواطنين من الدرجه الثانيه، ماشي مواطنين سواسيه، حنت ماشي سواسيه، لان هذا الامتحان بين على كل شيء وبين ولحد الان ما كيبان لنا حنايا حتى شي تحريك، حتى شي حاجه في النازله، رغم السيد الوزير اعترف في التصريحات ديالو بعظم لسانه ان كان غير 800 ديال الناجحين. انا
سيد الوزير 800 ديال الناجحين اللي زدتي اللي قلتي هي اللي جابت المعدل، وعاد بقاو فيا وبقيت نقص نقطه ولا جوج وانا نزيد ال 2000. حنا بغينا ديك ال 2000 اللي زدتي. واش ولدك كان ولدك وابناء الاخرين واش كانوا في 800 ولا تزادوا في ال 2000 ولا تزادوا في هذوك ال 2000؟ ثانيا كيقول لك بان الامتحان خاصو يكون عملي ماشي نظري، واللي ماشي هو نظري اللي غير حنا كنقراو النظريات. قلتي في القانون في الحقوق كنمشيو للكليات كنقراو غير النظريات. لاش علينا حنا هاد الكليات؟ قريونا العملي من الاول باش حنا نخدموا، باش حنا ناخذوا فرصتنا في هذا الوطن. وكتقول لا نتوما في الشفاوي كتسولوا الطالب وكتقولي تباك اش كيدير، لا قال لك قاضي ولا محامي كتعرف المتكون، ولا قال لك ولد بناي ولا يتيم هذا غير متكون. سيد الوزير راه ماشي كل شيء كتعطى فرصه ديال التكوين، راه ماشي كل شيء كيحل عينيه كيلقاها مسقيه ليه. راه حنا خارجين من رحيم المعاناه، انا وحده من رحيم المعاناه. انا بنت العروبيه وقريت دخلت للجامعه وخديت الاجازه ديالي ومشيت بغيت نتكون كما كتقول انت. شي هذاك التكوين اللي مشيت انا بغيت نتكون، محامي ما بغانيش حيت انا ما مدرساش عند محامي اخر، خاصو حتى هو يستافد. يعني لقى دريه اللي ديجا عندها الاهليه كتخدم مزيان ماشي غادي يحاول معاها يأهلها. راه ما كنلقاوش يشد بايدينا بحال اللي نتوما عندكم صحابكم وحبابكم كيشدوا بايدين وليداتكم. سيد الوزير نتوما لا كنتو كتسافروا حنا راه ما كنسافروش. نتوما ولدك الوقت اللي كيكون مسافر فيه علم الله فين كاين، كون علم الله اين دوله فيه. حنايا راه كنكونوا نضربوا في التماره، الطلبه كيكونوا يضربوا في التماره كيهزوا الحجر وكيهزوا السيمه باش كيلقى باش يشري الكتوبه باش يقرا وباش يتعذب وباش يبقى بالجوع وباش ياخذ الاجازه وباش تجي انت في الاخر تقصيه تحيديه تاخذ لي الحق ديالو تعطيه لواحد اخر. وقتلونا جمعونا وتيريو فينا. انا عندي جوج ولاد دابا، انا عندي جوج وليدات. انا والله القسم كون كان عندي الفلوس باش نحرق يا تنخرج ولادي من هاد البلاد، لان انا خويا انا غير فقيره. واش انا غادي نخدم ولدي؟ واش انا عندي شي واحد اللي في الحكومه غيراعي لي على ولدي؟ واش انا محزبه؟ واش انا قاضيه؟ واش انا محاميه؟ هادوك الدراري عندي انا ما غيخدموش، راه باينه ما غيخدموش خدمه تمهم، امهم ما خداماش. وسيد الوزير خلي بالك المحاماه خذوها فرقوها، خذوا القضاء، خذوا الداخليه، خذوا المنتدبين، واعطيني انا خدمه خدمه شريفه ونوكل ولادي. بغيت خدمه ما لقيتهاش. واش انا خدامه بالاجازه بالسميك؟ هل يعقل يا سيد الوزير؟ وانتوما عايشين في خيرات هاد البلاد كتمتعوا فيها، احتكرتوا كل شيء، احتكرتوا الوظائف، احتكرتوا القطاع الخاص، كتبصوا لينا في الدم ديالنا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وكل شيء غنتلاقاو عند سيدي ربي. وانا ما كناشد حتى شي سلطه، انا كناشد جلاله الملك، هو اللي يعطينا حقنا، هو اللي يعطينا حقنا في هاد البلاد. راه حنا ظلمنا، راه حنا تشردنا. تا فين غيمشيو الدراري هادو؟ فين غيمشيو؟ الدراري راه ما كيصبروش بحال العيالات. شي دريه راه كتصبر ولكن الدراري راه ما كيصبروش. فين يمشيو يتبلاو؟ يمشيو للحبس، النص في عكاشه، النص في تركيا، دريه في الامارات حاملين شواهد كيتبولوا عليهم الخليجيين. حشومه عليكم. صافي خويا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سبب هذه الوقفة هو الرغبة في استرجاع طمأنينة الرعية للراعي، أي إعادة ثقة الشعب في السادة وولاة الأمر. وكي يتحقق ذلك وجب إلغاء الامتحان الذي ظهر فساده ببيان وتعويضه بامتحان ثاني. الدليل على ذلك تلك اللوائح المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي. وعلاوة على ذلك التصريح الأخير للسيد وزير العدل الذي يؤكد فيه ويقر على أنه ذهب ليبحث
من مدى صحة نجاح أم رسوب تلك الطالبة المحتجة. فالدافع للبحث سببه الشك، والشك يفسر لفائدة المتهم، وبناء على شك السيد وزير العدل يتضح بأن أو لا هي قرينة واضحة على أن امتحان المحاماة ما كانش فيه الشفافية المطلوبة، وبناء عليه يمكنني القول بأن الامتحان أو المحاماة شرف لا يهاب، ومن وهبها لغير أهلها يعاب. هل أضحت المحاماة سوقا لمن كان له في العدل وهاب، ومن له مال وأياد نافذة وبالاسم فتحت له الأبواب. لا زلنا اليوم نأخذ هذا الشكل النضالي التصعيدي في ظل غياب أي تصريح من أي جهة، سواء من السيد الوزير ولا سواء من الحكومة المعنية بالأمر. الحكومة اليوم لم تخرج من جحرها وتعبر بموقف أو حل موضوعي لهؤلاء الطلبة الذين أعتبرهم اغتصبوا في حقهم الذي هو الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022. ففي ظل هذا التماطل لا من سيد الوزير ولا من الحكومة، فنحن اليوم نصعد في هذا الشكل النضالي السلمي إلى حين تحقيق المطلب الذي هو إعادة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في أقرب وقت ممكن، وفي ظروف تسودها أو يسودها الشفافية والنزاهة، بعيدا عن الامتحان الذي اجتزناه يوم 4 دجنبر والذي كان مليئا بالخروقات اللا أخلاقية واللا قانونية التي طالته لا على مستوى الخرق الذي طال الخرق القرار الوصفي اللي كان منظم به الامتحان، ولا على مستوى اللوائح التي كانت بمثابة لائحة نهائية للناجحين التي أعلنت عليها الوزارة الأسبوع الماضي. نحن نرفض هذه اللائحة التي أفرجت عنها الوزارة، نظرا لكون الامتحان مر في أجواء من المحسوبية والزبونية. امتحان مر في أجواء من المحسوبية والزبونية وعدم تكافؤ الفرص. نحن اليوم نرفض أي حل ترقيعي أو أي اعتذار غير أن الامتحان، نحن اليوم لدينا مطلب واضح، مطلبنا واضح اليوم هو إعادة الامتحان في أقرب وقت، والامتحان وتكون لجنة مختصة تشرف على الامتحان كي يمر في جو يسوده النزاهة والشفافية والوضوح. وشكرا. الوزير الشايس واو، الوزير الشايس واو، هاوهبي الشايس واو، هاوهبي الشايس واو، في بلد فيها الرشوة، وفي بلد فيها الرشوة، هاوهبي الشايس واو، هاوهبي الشايس واو، هاوهبي الشايس واو، هاوهبي الشايس واو، باغي نخدم باغي نقرا، باغي نخدم باغي نقرا، لأن تتحقق المطالب، وأننا متخذين مجموعة ديال الخطوات القضائية والقانونية
اللي غادي ممكن اننا ناخذوا بها الحق ديالنا، وكذلك متمسكون بالنضال في الميدان كطريق كحق ديالنا باننا نعبروا على المطالب ديالنا واننا ننتزعوا الحق ديال المشروع ديالنا، وان شاء الله خطوات وصلوا فكره لجلاله الملك على انه يتدخل ويقوم بالدور ديالو، لانه مراجعه خير من التمادي في الباطل، ولان تجارب في الدوله المغربيه انها اعترفت باخطائها. تجربه هيئه الانصاف والمصالحه راه المغرب تحت جلاله قياده جلاله الملك قال لك ما درنا اخطاء، لذلك حتى دابا وقع خطا ما بطباس انهم يصحوا الخطا ديالهم. مطالبنا ثلاثيه. اولا اعفاء وزير العدل، كاين اعفاء وزير، ومحاسبته تفعيلا لمبدا دستوري اصيل رفض مسؤوليه المحاسبه. ثالثا الغاء امتحان، وان يكون الامتحان متاحا لكل طالب الحاصلين على العزل ببساطه شديده. ختاميا نؤكد على ما يلي ونكرر ونذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين. وقفنا اليوم بعد أن سلكنا كافة المصادر القانونية القضائية الحقوقية، وبعد طرقنا لكل الأبواب السياسية. وسنوضح مرة أخرى، لأن سلاحنا الآن هو الوضوح، ونحن نحارب الكذب والافتراء اللي كتديروها الدولة. وحينما نقول الدولة يعني السلطة التنفيذية. توجهنا بشكايات إلى رئاسة النيابة العامة، فرادى وجماعات على خلفية الجرائم المنسوبة لوزير العدل والتي لا يمكن أن يتملص منها بأي وجه كان. هذه الجرائم ونحن أهل قانون، هي جريمة التزوير، التواطؤ من أجل مخالفة القانون، وجريمة الشطط في استغلال السلطة. لذلك نقول أن سكوت المؤسسة القضائية إلى اليوم من شأنه أن يفقد منسوب الثقة القليل الذي تبقى لنا. نقف اليوم بعد أن طرقنا باب مختلف الهيئات حكاما جيدا المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور. تقدمنا بشكاية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقد يتساءل ويقول قائل منكم: ما علاقة المجلس الوطني بحقوق الإنسان بامتحان الأهلية؟ الجواب بسيط وبديهي، أن الحق في التشغيل والحق في المهنة يوازي الكرامة. كرامة الإنسان في قوت يومه، فأن لإنسان سلب قوت يومه أن يحافظ على كرامته. لذلك حينما درسنا ولا زلنا ندرس في الجامعة المغربية أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة من شأنها حماية حقوق الحريات كما ينص على ذلك الفصل 61، تقدمنا بشكاية، لكن إلى يومنا هذا ولم يجد. تقدمنا أيضا بشكاية إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى لأدوارها الدستورية التي أناط بالمشرع في تخليق المرفق العام وترسيخ قيم المساواة والشفافية. تقدمنا بمراسلات لكل رؤساء الفرق البرلمانية حكومة ومعارضة، وتقدمنا بمراسلات للمجموعات النيابية وحتى البرلمانيين خارج الفرق البرلمانية والمجموعات، لعلهم يظهرون أنهم نواب للأمة لا نواب لمصالحهم الشخصية. تقدمنا لهم لكن إلى يومنا هذا الدولة المغربية، المغرب الذي احتل الرتبة الرابعة في مونديال قطر، لم تكلف نفسها عناء ولو 30 ثانية للإجابة على مزاعمنا. الناطق الرسمي باسم الحكومة حينما يصل إلى ملف المحاماة وكأنه يصل إلى
كرة من النار يحاول رميها في أسرع وقت ويقول أن الأمر يعني وزير العدل، وكأنه ناطق رسمي باسم كل الحكومة ما عدا وزارة العدل. اليوم أظهرت الدولة المغربية بالملموس وبالواضح بأننا لا قيمة لنا، ومن نحن لكي يجيبون. هل نحن أبناء شخصيات مرموقة ونافذة الدولة؟ قطعا لا. لذلك لماذا سيجيبون؟ الحكومة لم تكلف نفسها ولو عناء سطر واحد أعزل في بلاغ يتيم لكي تكذب. لذلك اليوم احنا أمام حقيقة أنه نحن في أعينهم، وحاشا لله أن نكون كذلك، مجرد أوباش. احنا اللي قرينا، الأهالي سمعوا الأمهات، سمعوا الآباء ديالنا، احنا في أعينهم مجرد أوباش ومجرد مشوشين ومجرد كسالى. عاش الشعب وعاش مجرد كسالى يهددنا بفتح نتائجنا في موقع الحساب. اليوم نقف أمام البرلمان لكي نظهر للجميع على أننا فرادى وعزل، وأن هذه الدولة لجأت إلى سياسة الآذان الصماء، وإلى سياسة الهروب إلى الأمام، وإلى سياسة تكميم الأفواه. كل ما نحوزه من وطن هو بطاقة وطنية وزرواطة. كل ما جاء في حقنا في هذا الوطن هو بطاقة وطنية وزرواطة وحق في التصويت لا غير. لكن نواب هذه الأمة جاءوا وأخذوا أصوات هذا الشعب طرق مشروعة وغير مشروعة، لكن اليوم هم في سبات. لذلك اليوم نرسل رسائل واضحة لملك المغرب بصفته أمير المؤمنين، وهو أعلم منا بمقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: والله لو تعثرت شاة في طريق العراق لسألني الله عنها. فيا أمير المؤمنين، لم نتعثر في طريق العراق، تعثرنا في هذا الوطن ولسنا بشياه، نحن طلبة. فكيف لك أن ترضى لهذا الظلم، هذا الظلم لأبنائك؟ كما احتفلت بأبنائنا وإخواننا المنتخب الوطني، ها نحن اليوم نكشف عن وجه آخر لمغرب آخر. مغرب يحتل الرتبة 123 في مؤشر التنمية البشرية، وهذا خير الدين. انظروا لوجوه هؤلاء الطلبة. نقف لكي نوصل فكرة وصوتنا لجلالة الملك بصفته أيضا رئيس الدولة، وقد أناط به ومنحه الدستور صلاحيات دستورية وقانونية لا حد لها ولا حصر، بأن يتدخل